عندنا نوعين رئيسيين من التضخم اللي بنشوفه في زيادة الأسعار. النوع الأول بيكون فيه منتج متكلف تكلفته الطبيعية، إنما حصل عليه زيادة ضخمة وغير منطقية في الطلب، فبيحصل مزايدة في السعر. أبرز مثال على كده اللي حصل في أزمة العقارات العالمية. البنوك ادت قروض لناس كتير من غير ضمانات سداد، فدخلت في سوق الطلب فئة ما كانش المفروض تكون فيه. خلي بالك، تكلفة الإنتاج هنا زي ما هي، إنما الزيادة حاصلة في حجم السيولة المتاحة، وده اللي أدى لخلل في معادلة التكلفة والسعر. نفتكر ده وإحنا بنتكلم عن النوع التاني من التضخم. هنا المنتج معلهوش طلب ومفيش سيولة متوفرة له والناس مش مقبلة عليه ولا حاجة، ده فيه تضخم وفيه كمان ركود في السوق. مثال كده الحالة المصرية. طب إيه سبب تضخم السعر هنا؟ بسيطة، المنتج اللي كان بيكلف المنتج أو المستورد 7 جنيه بقى بيكلفه على الأقل 18 جنيه، وده عامل واحد بسبب سعر العملة. المنتجين زودوا سعر المنتج بسبب زيادة تكاليف إنتاجه. المعادلة منطقية. كان مهم نبتدي بالفرق بين النوعين دول من التضخم علشان نتكلم عن رفع الفايدة في الحالتين. رفع الفايدة غرضه سحب السيولة من السوق. بيستخدم في الحالة الأولى علشان يغري الناس تسحب السيولة من السوق وتحطها في البنك، فبيشجعهم يقللوا الطلب على الشراء فترخص المنتجات، وبكده تتظبط المعادلة. السيولة المتوفرة مناسبة لحجم المعروض من المنتج. إنما في حالة مصر السيولة قليلة طبيعي، واللي لازم يتضغط عليه هو تكاليف الإنتاج، لأن هي السبب في اختلال المعادلة. وقتها السعر هيتظبط. إنما لو ضغطت على السيولة وسبت تكاليف الإنتاج زي ما هي، المعادلة هتبوظ أكتر ما هي بايظة، وهندخل دايرة مفرغة. المستثمر في الوضع ده خياراته قليلة جدا. لو ارتفعت الفايدة اللي بيدفعها على الديون معناه زيادة إضافية في تكاليف الإنتاج، وبالتالي هيزود السعر. لو ملقاش مشترين علشان مفيش سيولة هينسحب من السوق، وهيفضل يحط الباقي من فلوسه، ده طبعا لو في باقي، في بنك عشان يستفيد من سعر الفايدة. ده معناه كمان تسريح موظفين وزيادة بطالة، خبر سيء لأي مجتمع ولأي حكومة. الحكومة نفسها محتاجة المستثمرين يفضلوا في السوق علشان تحصل ضرائب وتزود مواردها، لأن أعبائها هتزيد بعد رفع سعر الفايدة. ما هي كمان مديونة وبتدفع فرق الفوائد. الدين الحكومي في مصر تجاوز 3 تريليون جنيه. ده معناه إنه كل ارتفاع في نسبة الفايدة 1% هيكلف الحكومة 13 مليار جنيه أعباء زيادة في الموازنة العامة، غير الأعباء الأصلية. مين هيتأثر بكل ده؟ الأخ المواطن. ارتفاع البطالة من ناحية، ارتفاع أسعار الخدمات الحكومية ويمكن الضرائب من ناحية، بالإضافة لمشكلة الأسعار الأساسية اللي المواطنين واعين فيها. في الاقتصاد الحلول ما بتجيش بقرارات منفردة. الحل الوحيد هو سياسة ورؤية متكاملة، سياسة منفتحة بتشجع الاستثمار وبتمنع أي جهة من احتكار النشاط الاقتصادي أو التحكم فيه.